ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعمل مع بعض احلى والذ واسهل واكتر صوص اقتصادي بالشوكولاته. صوص حلو قوي وطعمه حلو جدا، احلى كتير من الجاهز. مكوناته سهله جدا واكيد موجوده عندكم في كل بيت. تمام. هنبدا بالمكونات. انا عندي ربع كوبايه من الكاكاو، نص من السكر، نص من الزيت، ونص من اللبن. هحط في الخلاط، هاحط فيه اللبن، وهاحط السكر، وهاحط الكاكاو. المكونات دي مكونات ثابتة، يعني لو حابة إنِّك تزوّدي الكمية تقدري إنِّك تضاعفي، يعني لو هتعملي مثلًا كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، هتحطي نُص كاكاو، يعني الكاكاو بس هو اللي نُص الكمية والباقي مقادير ثابتة. هنخلطهم مع بعض كويس لحد ما نحس إن السكر داب. لو حابة إنِّك تستخدمي سكر بودرة تمام، لو مش متوفر عادي، هو كده بيدوب مع اللبن في الخلاط. هتحطي الزيت بس خيط رفيّع كده، يُفضّل إن هو يتحط بالراحة، دي فايدة الجزء ده في الخلاط. هو بينزّل زي سرسوب بسيط كده، فهافضل أحط الكمية بنفس الطريقة لحد ما يعني مجرد ضرب بعدها بدقيقة واحدة هتلاقي إن كل المكونات جمدت كده مع بعضها واتكوّن عندِك صوص تقيل. في الأول ما بيكونش تقيل أوي، بس بمجرد ما بتسيبيه فترة أو إنِّك بتدخّليه التلاجة بيتقل معاكِ وبيبقى حلو جدًا. شايفين حتى هو باين إن هو تقيل وهو في الخلاط لسه. لو حابة إنِّك تعزّزي طعم الشوكولاتة فيه ممكن يعني إنِّك مثلًا تستخدمي كاكاو يكون نوعه حلو، يعني أهم حاجة فيه الكاكاو. لو بتحبي القهوة ممكن تضيفي مثلًا ربع معلقة، برضه بتخلّيه حلو. لو عندِك شوكولاتة خام ممكن تسيّحي شوية مع الحليب وتحطيهم، بيخلّوا طعمه تحفة جدًا. ممكن تضيفي مكسرات كمان، زي مثلًا سوداني مطحون، عين جمل، لوز، اللي أنتِ حاباه يعني أو متوفر عندِك بينكّهها أكتر. شايفين هو ما شاء الله تقيل. ده شكله وده قوامه، وبجد حلو جدًا، ينفع معاكِ في معجنات، في حشو، قرية نحل مثلًا، دونتس أو أي حاجة، وينفع كجناش للكيكات. هيعجبِك جدًا وبيعمل كمية محترمة. أتمنى تجربوه، وده كان